البائد، بنرفض إنتاج النظام البائد من أول وجديد ثاني، والالتفاف حول الثورة والالتفاف حول مطالب الثورة. بنأكد على مطالبنا المشروعة، الشهداء والمصابين والدماء اللي أريقت هنا في السويس أو في كل ربوع مصر. بنقول ان احنا لن نسمح بان يتواجد ما بين مرشحي رئاسة الجمهورية جلاد النظام السابق عمر سليمان، ان احنا ازاي بعد الثورة، ومش معقول يا جماعة ان احنا ما فيش رئيس جمهورية بيضرب بايديه ولا بيكربج بايديه، لكن ليه ايادي، وعمر سليمان هو الايد القذرة للنظام المصري. احنا قدمنا مشروع في مجلس الشعب بقانون لمنع الفلول، الحمد لله المجلس وافق عليه. بنقدمه لشعب مصر، بنأكد على الثورة، بنأكد على اننا ثوار لن نترك الميادين، بنأكد للمجلس العسكري انك انت لو هتنتج نظام مبارك احنا واقفين ضدك، واقفين في الشارع. الجيش جيشنا احنا بتاعنا، كلهم ابنائنا واولادنا. لن نسمح للمؤسسة العسكرية انها تكون ليها يد قوية في وضع الدستور او تضع شروط مسبقة للدستور. الدستور يتوافق عليه الشعب، والجيش هو خادم الشعب. الجيش يؤمن الشعب، يؤمن الوطن. الجيش يوضع له نقاط في الدستور تحدد مهامه ولا تحدد سلطاته. الجيش جيش وطني، جيش للوطن وليس سلطة فوق الوطن.